معنا في هذا اليوم. الأجواء الكبيرة جدا، يسعدني أن أكون موجود معكم في التعليق على هذه المباراة الكبيرة المثيرة المنتظرة. أجواءها غير عادية على مستوى الحضور الجماهيري، كل شيء تقريبا رائع في هذا اليوم. السماء أيضا صافية، طقس رائع جدا. بقي على اللاعبين أن يظهروا إمكانياتهم الكبيرة في مباراة اليوم وأن يجعلونا نستمتع بكرة قدم. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. بداية أحداث اللقاء، هل يمكن تسديده في اتجاه المرمى؟ إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. رامسي، كريستيانو رونالدو، لمسة بينية، كرة عرضية، كوتينهو، أنتوني غريزمان، ميسي يحصل عليها. ميسي يلعب كرة بينية، سيرجي روبرتو، كوتينهو في أفضل مكان لكن النهاية لم تكن ناجحة. دانييلو، أدريان رابيو، رامسي، كريستيانو رونالدو، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كيليني، دانييلو، آرون رامسي، رونالدو، تمريرة جميلة، كرة لا تصدق، يحاول تمريرها من بين المدافعين، كرة مقطوعة بامتياز. بونوتشي، كيليني، رامسي، كوادرادو، رامسي، كرة بالعرض، بوسكيتس، سيرجي روبرتو يستعيدها، كوادرادو، سيرجي روبرتو، كوتينيو، غريزمان، كوادرادو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، مرت الكرة بشكل جميل، يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة طولية إلى الأمام، ميسي يلعبها على اليمين، ميسي، ليونيل ميسي، دانييلو، الكرة ملعوبة من مسافة، آرون رامسي يمر ويلعب كرة بينية، عدت الكرة، ينجح، جول اليوفي، راسية جميلة ملعوبة بخبرة.
التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. كوتينهو بكل قوة بكل إصرار يواصل مشواره. بوسكيتس ضغط قوي وينجح في استعادتها. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يسدد الكرة. لعبة جميلة في هذه المنطقة بالذات. كوتينهو، ميسي، غريزمان، رونالدو يلعبها طولية. جوردي ألبا. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. هدف مقابل لا شيء الآن. رامزي يلعبها لمنطقة الخطر. كريستيانو رونالدو يلعب كرة بينية. صافرة نهاية الشوط الأول. نتيجة أسعدت اللاعبين بالتأكيد أيضا المشجعين. هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة؟ سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. هدف يبعثر أوراق المجموعة. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. يبحث عن المهاجم. رامزي، كرة إلى الأمام، وصلت إليه، يقطع الكرة. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. ليونيل ميسي، هدف ولا أروع. هدف ثمين بالتأكيد. سجل هدفا يمكن اعتباره هدف كلاسيكي. بهذا الهدف بهذا التعادل تعود المباراة إلى نقطة البداية. يبحث عن كريستيانو رونالدو. جوردي ألبا. ديمبلي يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. يلعب كرة على اليسار بضغط قوي. تمكن من افتكاك الكرة. كوتينهو. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. يبحث عن المهاجم. يلعبها لمنطقة الخطر. لمسة بينية. يلعب كرة طويلة. تلعب الكرة إلى الأمام. كوتينيو أفقد الخصم التركيز التوازن. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ فرصة خطيرة جدا. لعب تصطدم الكرة في القائم. كرة كانت قريبة جدا على أعتاب المرمى تقريبا، ولكنها في الأخير ضاعت. سيرجي روبرتو. الكرة ملعوبة من مسافة. مرت الكرة.
وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. بيكي، جوردي ألبا، كرة إلى الأمام، كرة طويلة للأمام. سيرجي روبرتو، بوسكيتس، غريزمان، كوتينهو، كيليني يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. فاتت ومرت، وصلت إليه. بيكي يرتكب مخالفة واضحة جدا. أدريان رابيو، الله على هذا التألق لحارس رائع. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. يلعبون ركنية قصيرة. كوادرادو، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. الله على اللعبة، جميلة جدا، مجهود غير عادي. سيرجي روبرتو، كوتينهو، ميسي يحاول تمريرها من بين المدافعين، ينجح في تمريرها إلى أنتوني غريزمان. حكم عنده رؤية ممتازة، بطاقة صفراء بسبب التمثيل. لم يكن هذا السقوط يمر على حكم المباراة اللي نجح في اكتشاف الأمر واتخاذ القرار. بونوتشي، أدريان رابيو، كوادرادو، محاولة أخيرة من أجل خطف الانتصار. كرة طولية إلى الأمام، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. ركنية قصيرة، محاولة تمرير كرة. رامزي والكرة العرضية. أنتوني غريزمان، ديمبلي، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. لينغليت، عليهم نقل الكرة السريعة في اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. ميسي، غريزمان، بوسكيتس يحاول أن يلعب كرة بينية. برشلونة يجب عليه استغلال هذه الكرة، فرصتهم الأخيرة قبل أن ينتهي كل شيء. كرة طويلة للأمام، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. بيانيتش، ليونيل ميسي، لا يمكن إهدارها. جوردي ألبا، بيانيتش، وينجح في إبقاء الكرة خارج المرمى. انطلقت صافرة النهاية وانتهى كل شيء. سنذهب الآن إلى الأوقات الإضافية. غابت الأهداف وأظن أنه نتيجة عادلة هي التعادل. أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والنتيجة هي التعادل. بالتالي سنذهب وإياكم إلى الأوقات الإضافية. يعود شوط المباراة الثاني وتنتظرنا 45 دقيقة أخرى من الإثارة. يبحث عن المهاجم، تغيير اتجاه اللعب على اليمين. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. ينجح في لعب كريس. هدف يأتي، نعم، الكرة في المرمى، يلعب كرة. يا إلهي، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟
روعة روعة روعة، أجمل كرة عرضية واستحقت نهاية جميلة. يوفنتوس متقدم بفارق هدف الآن. بيكي، بوسكيتس خسر المواجهة أمام خصمه، يمر يلعبها ببراعة. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يحاول أن يلعب كرة بينية، تسديدة، وينجح في تسجيل الهدف. بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. برشلونة يبحث عن حل من دكة البدلاء، والتقدم الآن بفارق هدفين. ليونيل ميسي، رامزي يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. هذه نهاية أول 15 دقيقة من الوقت الإضافي. الفريق اللي عنده النفس الطويل، اللياقة البدنية القوية الجيدة، ربما فرصة أكبر في حسم المباراة. الشوط الثاني ينطلق الآن والإشارة تتواصل. شاهدنا الأهداف، ورغم عدم وجود فائز حتى الآن في المباراة، لكن دقائقها كانت مثيرة. ينبغي أن تكون هنالك ربما المزيد من الفرص في الربع ساعة المتبقية، لنرى معا من الفريقين سيتمكن من تسجيل هدف الفوز. يلعب كرة طويلة، الكرة ملعوبة إلى كريستيانو رونالدو، يرفعها عالية. كرة طولية من الحارس، إمكانية مرتدة الآن. رامسي، أدريان رابيو يلعبها لمنطقة الخطر، تسديدة من أول لمسة. يا له من تصدي، يا له من حارس مرمى، يا لها من ردة فعل جميلة جدا. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يسيطر على الكرة، قد تكون هذه فرصته. وأجمل بينية، يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. أدريان رابيو، وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. لقد فعلوا